اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الوصفه اللي معانا النهارده كنا بنعمل كده طاجن كوارع في الفرن. طاجن كوارع في الفرن، وعاملين شويه سلطه كده حلوين وصينيه بشاميل. يلا ادخلي معانا الفيديو وشوفونا هنعمل ايه. النهارده معانا بقى صينيه كده مكرونه بالبشاميل ومعانا كوارع. اولا بس كده هوضب بس الطماطم كده علشان الكهرباء حالا تقطع. افرم الطماطم في الخلاط واوضب الحاجه اللي هتتعمل في الخلاط الاول وارجع لكم تاني على طول. هنا بقى كنت عايزه اقول لك بقى اللي انا حسبته لقيته الكهرباء كانت قطعت، بس الحمد لله ان احنا عملنا اول حاجه معانا عملنا الطماطم اللي احنا بنحطها. ننزل بقى كده بالتوابل. ننزل معانا بقى بالطماطم والبصل اللي انا كنت فرماه. وطبعا انا برضو مقطعه لها بصل كده لسه هحط عليها برضو. هحط لها كده كمان بصلايه خلاص كده، واحط لها بقى شويه توم. اهم حاجه بقى في الكوارع اللي معانا ديت شويه التوم اللي احنا هنحطهم لها دول. تحطيه بقى كده في صوص تقطعينه. حطيت بصراحه من ده ومن ده، وفرمه برضو كده فصين مع الطماطم اللي كنت بعملها بالبصل. ماشي. هجيب لها بقى شويه البهارات بتوعها. طبعا انتوا عارفين ان الخطوه اللي معايا ديت اساسيه، اللي البصله المبشوره ديت وبدعكها بشويه فلفل اسمر. بحب ادعك بقى كده الحاجه معايا بقى، ان كانت بط، فراخ، لحمه، كوارع. بس بصراحه كده انا نسيت الخطوه ديت في الاول، فمش مشكله خالص نعملها برضو ونضيفها عليها. كل حاجه متاحه معانا عادي. هنزل بقى بشويه البهارات اهمت بقى اللي معايا، طبعا القرفه واللوري والحبهان. وطبعا نزلنا بقى بالثوم. هسيبها بقى تعيش حياتها ونرجع لها تاني على ما تتشوح شويه ونرجع لها تاني. تعالي بقى هنا اقول لك على ما المكرونه على ما الكوارع بقى اللي معانا كده تتشوح. هنزل هنا كده بحوالي 5-6 معالق من الدقيق علشان طبعا نوضب الخلطه بتاعت البشاميل. احنا قلنا هنعمل صينيه مكرونه بالبشاميل معانا. طبعا مفيش اسهل منها طالما حطيت الميه بتاعتك بتاع المكرونه تتسلق على النار. وطبعا حطيت برده هنا صينيه كده معايا علشان انزل باللحمه بتاعتي اعصجها اهي. بص بقى مفيش اسهل من كده، كل حاجه كده معاك على النار بتخف سوا. بس اهم حاجه بقى لو ده اوردر زي اللي انا بسلمه دوت، طبعا مطلوب منك شوفي انت بتسلميه امتى بقى، غدا او عشاء. بصراحه الاوردر ده اللي كان معايا النهارده ده كان عشاء، فانا هسلمه على الساعه 9 بالليل. فانا بدات كده دلوقتي كانت الساعه 5 ساعه ما نزلت بالكوارع طبعا عشان دي بتاخد وقت على النار. اما صينيه المكرونه فانا قلت اوضبها واركنها، يعني هتسويها على حسب بقى. لو حطيتها في الفرن قبلها بنص ساعه هتستوي معاكي والحاجه تبقى سخنه وتبقى جميله كده وياكي، وتبقي طبعا ملكتي وقتك علشان الوقت طبعا ما ياخدكيش وكده، وتبقي مخلصه كل حاجتك من بدري. كده خلاص بقى الدقيق بتاعي كنت شميت ريحته. لما تشمي ريحه الدقيق كده بتاعت ريحه التحمير بتاعته كده طالعه الريحه الجميله ديت بتاعت تحمير الدقيق، تنزلي على طول باللبن بتاعك. دي بقى كده تقليب على طول. عارفه انت بقى لما يكون معاكي مضرب شكل ده بقى بتقلبي فيه في البشاميل، او بتقلبي فيه بتعملي مهلبيه او حاجه، مفيش حاجه بتكلكع معاكي خالص، ان شاء الله تطلع معاكي كويسه. بس اتبعي بقى الخطوات كده والطريقه وامشي مظبوط وكل حاجه تبقى مظبطه معاكي. انا بحب اقلب بالمضرب دوت علشان الحاجه ما تكلكعش وياي، على الاقل يعني لو كده المضرب بيفكها معاكي على طول. خلاص بقى برضو كده كنت بخرط بقى البصلايه عشان اللحمه برضو كده اللي بتتعصج. مفيش اي حاجه والله بتاخد وقت خالص. صينيه مكرونه بتتعمل يعني مفيش، يعني لو حطيتها كده على النار مفيش اكتر من ربع ساعه بتكوني جهزتيها. ولعي البوتاجاز بتاعك، اشتغلي بقى، انزلي كده بالدقيق تحمير والطاسه التانية على النار يكون فيها اللحمه بتاعتك، تكوني شغاله فيها بقى كده تشويح، وتخرطي لها بصلايه على ما البشاميل اللي معاكي يكون غلى، تكون اللحمه اللي معاكي اتعصجت، تكون المكرونه بتتسلق.
بصراحه يعني انا الحاجات ديت، ان كانت مكرونه بشاميل، ان كان محشي، ان كانت حاجات من دي، بصراحه انا بحب اعملها كده. انا عارفه انا بشتغل ازاي. الحاجات دي في التوضيب ما بتاخدش معايا اي وقت خالص. يعني لو انا بوضب لمحشي بقلي وبسلق بصراحه ما بياخدش معايا وقت. انا بحب اعمل الحاجات دي جدا، لان انا عارفه انا بقى بشتغل ازاي. بولع بوتاجازي بقى، حله للسليق، حله للتقليه. يعني بتملكي انت وقتك، فبتلاقي نفسك خلصتي كل حاجه مع بعضها وفي وقت، يعني في وقت بسيط جدا. خلاص بقى اسيب بقى اللحمه هي، اسيبها بقى تتعصب كده الاول، وابدا بقى تقليب في البشاميل علشان ما يكلكعش معايا. الحمد لله. تعالي بقى اقولك طبعا الكوارع اللي معانا دي كانت خلاص كده اتشوحت. وطبعا ما بينزلش عليها بميه مغليه خالص، يعني يا بميه دافيه يا بميه بارده خالص. الكوارع بالذات الحاجه الوحيده اللي احنا ما بننزلش عليها بميه مغليه، يا ميه دافيه يا اما ميه بارده خالص. انا طبعا نزلت عليها كده ايه بميه دافيه، يعني ما بين البنين، لا هي مغليه ولا هي ساقعه قوي، عشان طبعا ايه تغلي معايا كده على طول. كده خلاص الكوارع كده هي خلصت. هحط بقى الميه بتاع سليق المكرونه واخلص بقى البشاميل وارجع لكم تاني على طول. مش بقولك مفيش حاجه بتاخد وقت خالص. تعالي بقى، كانت خلاص المكرونه بقى البشاميل اللي معانا ده كان خلاص قرب بقى يستوي كده. هنزل بقى عليه بشويه فلفل اسمر، وهنزل عليه بشويه ملح طبعا. هنا شويه فلفل اسمر كده، وعلى البشاميل برضو كده شويه فلفل اسمر، وكده خلاص. هنا بقى خلاص كنت دهنت الصاج اللي معايا بشاميل، وكنت نزلت بقى بكميه البشاميل اللي هو ايايا كده على المكرونه، وهنزل بقى بنص الكميه طبعا الاول اهو. يعني احلى حاجه كده اما تكوني الصينيه بتاعتك بقى كده ايه فرداها حبايه كده جنب حبايه، بتبقى خفيفه جدا كده وبتبقى كويسه قوي. اسوي بقى بالمكرونه في ارضيه الصاج. هنزل بقى بكميه اللحم اللي معانا. هسويها برضو كده الاول. بصراحه يعني كميه اللحم يا دوبك كده ملت الحوض اللي معانا دول. مفيش يعني بصراحه حته فاضيه ما شاء الله كده. بس صاحبه من الاوردر بقى انا عايزه فيها طبعا لا جبنه موتزاريلا، ولا عايزه فيها بيض، ولا عايزه فيها اي اضافات تانية. هي عايزه صينيه مكرونه كده باقل التكاليف. طبعا احنا تحت امرها نعمل لها اللي هي عايزاه باقل التكاليف خالص، وهتبقى احلى صينيه مكرونه بشاميل. يلا انزل بقى بقيه المكرونه اللي معانا واسويها. هنزل بقى بقيه البشاميل. اسويه برضو كده، وكده تبقى صينيه المكرونه اللي معانا جهزت. واللي طبعا الكوارع لسه على النار، يعني اقل حاجه خالص هتاخد لها ساعتين، ولحد دلوقتي كان لسه الكهرباء قطع طبعا عندنا. كده طالما المكرونه جهزت والصينيه اتوضبت كل حاجه بقى يا دوبك على الفرن. هعمل بقى الخلطه اللي هحطها على الخلطه اللي انا هحطها على الكوارع علشان احطها بقى في الصينيه وادخلها الفرن مع لحد ما النور يجي. هنا بقى كنت برضو وضبت شويه طماطم وفلفل وبصل وتوم، هنزل بهم في الخلاط. بص بقى معايا طبعا مغرفه واحده بس كده من شوربه الكوارع اللي معانا. افرمهم بس في الخلاط الاول. خلاص بقى كنت فرمتهم اهمت. هنزل بقى بيهم في الطبق الخلطه ديت انا كده عملتها علشان اضيفها على الكوارع بقى منشلها واحطها في الصينيه، وهنزل بيه الخلطه ديت عليها. طبعا بقى لو هي عادبه معانا هننزل بقى كده ايه بشويه فلفل عليها بقى وشويه ملح وشويه زيت عشان تبقى جاهزه معانا. هنا بقى كنت قطعت طبق كده خيار على طماطم على فلفل، لزوم بقى اني طبعا يتحط جنب الاكله ديت. ما حبيتش بقى اعمل سلطه ولا حاجه، وممكن بقى كنا عملنا الخلطه دي كده زي ما هي كده بالظبط، بس عليها بقى عود كزبره وعود
وعود شبت. وكنا عملناها بقى ايه سلطه الدقوس بقى في الخلاط، فرمناها في الخلاط بقى بشويه توم. طبعا انا حطيت هنا توم مدقوق وفلفل وكزبره وكمون كده، صحنتهم على بعض، ونزلت بشويه زيت ومعلقه خل وعصره ليمونه بقى او ليمونتين زي ما تحب. الخلطه دي بقى كده هنزل بيها على الخضار اللي انا قطعته دوت، طماطم وفلفل وخيار. هنزل بقى بيها كده عليها ايه وخلاص، وتبقى كده ايه طبق حلو كده جنب الاكل بدل تقطيع السلطه. اقلبهم بقى كويس. طبعا بقى هنا كده ايه كنت نقلتهم بقى في علبه كده عشان ايه تبقى مقفله يعني ومظبوطه معايا الحاجه ما تقعش. واديها بقى كده ايه تقليبه، واسيبها بقى ايه اهم حاجه دي نحطها في التلاجة لحد ما عاد الاوردر ما يروح، عشان الحاجه دي طبعا ايه ما تبص وكده وتفضل ساقعه. خلاص كده شويه سلطه بقى كفايه ريحتهم وطعمهم. يعني لو انت مش حابه تعملوها سلطه قطعها كده وحطها جنب الاكل. هنا بقى كده خلاص كانت الكوارع اللي معانا استوت. ابدا بقى كده بقى ايه اشيلها، يعني بصراحه مستويه خالص. ارصها بقى في البرام الوينه. هنا بقى كده خلاص كانت الكوارع اللي معانا هي استوت، نشلتها بقى خالص. وطبعا الخلطه اللي انا كنت موضبها لها هنزل بقى بيها كده عليها وادخلها الفرن. وهنا دي كانت صينيه البشاميل كده خلصت. ادخل بقى الكوارع دي الفرن واجي اسلفنها. طبعا المكرونه دي سبتها على ما بردت شويه علشان لما اجي اسلفنها وشها ما يبقاش كده ايه عرقان وتلاقيها عرقانه وكده. يعني حاولي كده لما الحاجه تكون سخنه معاكي ما تغطيهاش على طول، سيبيها تهوى كده شويه وتروحي بقى مسلفناها وتحتفظ برده كده ايه بدرجه الحراره بتاعتها. هنا بقى كده خلاص كان طاجن الكوارع دوت طلع معانا من الفرن. يلا بقى نبدا نسلفنه، يعني زي الكوارع ديت او اللحمه او الحاجات، يعني مش كل الحاجات اللي انت بتسيبيها على ما تطيب ديت عادي جدا بقى نسلفنها كده وهي سخنه وننضفها برده. هي كده خلاص بقى كانت خلصت ما شاء الله كده. بالهنا والشفا والألف هنا وشفا يا رب الكل ياكل. ولو وصلتوا بقى معايا لحد هنا متنسوش بقى باللايك والاشتراك في القناه لو اول مره بتشوفونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. تعالي بقى كده النهارده الوصفه اللي معانا هنعمل طاجن كوارع في الفرن وهنعمل صينيه بشاميل. بس بصراحه يعني كده البشاميل ده انا كنت سلقتها اهيت علشان ما تبردش معانا، كنت طالعه من شويه. ودي بقى كانت شويه سلطه كده. يلا بقى كده خشي معانا الفيديو واذكري الله وسمي الله وصلي على الرسول الا بذكر الله تطمئن القلوب. وادخلي شوفينا عملنا ايه النهارده مع بعض.